A few moments later. ها، اهلا بيكم يا دكاتره. يلا نرجع. ايه الاخبار؟ الادويه اللي بتشتغل على السيل وول كلها تمام؟ فاهمان؟ يا رب يكون كله فاهمان. عندك اي سؤال؟ انا تحت امرك. يلا ندخل بقى على البروتين سينسز انهبيتورز. ادويه مضادات حيويه بتقلل تصنيع البروتين سينسز في البكتيريا، وبالتالي طالما البروتين ما تكونش، البكتيريا مش هتقدر تتكاثر وتعيش. ده البروتين سينسز. البروتين سينسز بيبقى عن طريق الريبوزومز، وفي عندنا تو سب يونتس، في 50 اس و30 اس. فاكرين انتوا اول ما دخلنا الكليه كانت اول صدمه بالنسبه لنا ان الرياضه اللي كنا بناخدها غلط. ريبوزوم فيه 50 اس وفيه 30 اس، مجموعهم 70 اس. ففي ادويه هتروح تشتغل على ال 50 اس سب يونت، وفي ادويه هتروح تشتغل على ال 30 اس سب يونت. ال 50 اس سب يونت اشهر حاجه هنتكلم عنها هو الماكرو لايدز، ده رقم واحد. بعد كده رقم 2 اللينوزوليد. بعد كده رقم 3 الكليندامايسين. دول 3 بيشتغلوا على ال 50 اس سب يونت، يقللوا تصنيع البروتين. وفي الادويه اللي هي تشتغل على ال 30 اس سب يونت، عندنا الامينو جلايكوزايد، ده رقم 4 اهو، والتتراسايكلين رقم 5. بدول كده الخمسه سب جروبز اللي بيشتغلوا على البروتين سينس. في 3 بيشتغلوا على ال 50 اس، في 2 بيشتغلوا على ال 30 اس. كلهم بينهبت البروتين سينسز، مش مهم يعني. فنبدا يلا كده الماكرولايدز، بعد كده اللينوزوليد، بعد كده الكليندامايسين، بعد كده الامينو جلايكوزايدز، بعد كده التتراسايكل. ماكرولايدز عندنا الاسماء التجاريه المواد الفعاله: ازيثرومايسين، كلاريثرومايسين، سبايرامايسين. طيب الازيثرومايسين بيستخدم كويس جدا في الجرام بوزيتيف انفكشن، وخصوصا الناس اللي عندها الرجي للحساسيه للبنسلين. بعد كده الكلاريثرومايسين، تمام، ده قلنا ان هو بيستخدم في الاتش بايلوري. فاكرين الاتش بايلوري؟ كلاريثرومايسين، كلاسيد، كلاريكان. اتش بايلوري ولا نسيته؟ تمام. بعد كده السبيرامايسين ده بيستخدم في التوكسوبلازموزيس، وده ده مرض اسمه مرض القطط. ده بيجي للحوامل، تمام، اثناء فتره الحمل. فمهم جدا ان اي حامل يعني ممنوع ان هي تتعرض للقطط او تقرب منها او تمسك البراز بتاعها او تنظف لها او اي حاجه من دي، لان القطط بيبقى مشهور عندهم اللي هو التوكسوبلازما ده، وبيروح يعمل لها توكسوبلازموزيس، وده مرض فيتال يعني، ممكن يعمل تيراتوجينيك وممكن يسقط الحامل. فالعلاج بتاعها بيبقى سبيراميسين، طبعا بيبقى دكتور النساء هو اللي مسؤول عن الكلام ده. السايد افكتس بتاعتها ان هي بتعمل اريزميا، بتزود الكيوتي انترفال، فعشان كده الازيثرومايسين يعني بنخاف منها. هي جرام بوزيتيف وحلوه اهي، ولكن بنخاف منها الناس اللي عندها مشاكل في القلب او كده. ايه هي الادويه اللي بتزود او بتعمل برولونجيشن الكيوتو انترفال؟ تجميعه كده مجمعه في كلمه كولابس اهي. كولابس اللي هو يعني ايه؟ هبوط او كده يعني، اللي هو يعني كيوتي انترفال اريزميا ومشاكل في القلب وكده. عند اول حاجه الكلوروكين. الكلوروكين اللي هو الهيدروكين والبلاكونيل، اللي هو بتاع فاكر في الروماتولوجي الديماردز، الاوندانسترون بتاع الترجيع، اللوراتيدين ده بتاع حساسيه، الليفوفلوكساسين ده مضاد حيوي هناخده دلوقتي. بعد كده الاميودارون ده انتي اريزميك. بعد كده الهالوبريدول ده دواء بتاع نفسيه. السيرترالين ده برضو بتاع اكتئاب. الاريثرومايسين بقى اللي هو عيله الايه، الكلاريثرومايسين والازيثرومايسين، عيله مايسين دي، تمام. ازيثرومايسين بيبقى موجود بتركيز 500 مللي جرام، كبسوله موجوده بتركيز 500 مللي جرام، بتتاخد قرص مره في اليوم. ده الايه؟ الجرعه المعتاده. طب في جرعه مش معتاده؟ ممكن يتاخد 1 جرام كده مره واحده. طب ده يتاخد امتى؟ يتاخد في الجونوريا والكلاميديا. جونوريا ده امراض جنسيه، سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. جونوريا بيسموه مرض السيلان، تلاقي الراجل او الست بينزل منه نقط بيضة كده باستمرار، تمام، اسمه السيلان. طبعا ده سيكشوال ترانسميتد،
يعني لو الست عندها فبيجي لجوزها، او لو الزوج عنده بيجي للايه للست. فمهم جدا وانت بتعالج الاثنين مع بعض. طبعا ده دكتور النساء او دكتور الذكوره هو اللي بيعالج الكلام ده. وفي كلاميديا ده برضو سيكشوال ترانسميتد ديزيز. برضو بتلاقي مثلا دكتور النساء لو بص كده على عنق الرحم من المهبل كده، يبص على الكلاميديا يلاقيها موجوده، حاجه بيضه كده وعامله احمرار في السيرفكس او في عنق الرحم. المهم العلاج بتاعها يعني بيبقى ازيثروميسين 1 جرام كبسولتين كده مره واحده. طيب وفي منه بقى الادويه الشرب، في زيثروماكس مثلا موجود بتركيز 600 و900 و1200، 600 و900 و1200، او 30 مللي و20 مللي و10 مللي، مش لازم يعني 600 و900 و1200. 1200 مللي جرام دول موجودين في تركيز ال 30 مللي. يعني هو احنا عندنا ازازه 30 مللي، تركيز الازازه دي كلها 1200. طب لو عندنا ازازه 20 مللي، تركيز البتاع ده، تركيز الدواء فيها هيبقى 900. طب لو عندنا ازازه 10 مللي هيبقى تركيز الدواء فيها 600. زيثروسين كبسول اهو، زيثرون كبسول، زيثروكان، ازروليد، انفكتومايسين، كلهم يعني معظمهم بيبدأ بحرف الزد. زيثروماكس، زيثروسين، زيثروكان، 3 بحرف الزد. طيب الزيثروكان ده في منه ادويه شرب بيبقى بتركيز 100 وتركيز 200، 100 مللي جرام لكل مللي، 200 مللي جرام لكل 5 مللي، وفي 100 مللي جرام لكل 5 مللي. انما الزيثروميسين موجود بتركيز كام؟ 200 مللي جرام لكل 5 مللي. تمام؟ يبقى الزيثروماكس 200 مللي جرام لكل 5 مللي، ركز في الجرعه. انما الزيثروكان موجود فيه تركيز 100 مللي جرام لكل 5 مللي و200 مللي جرام لكل 5 مللي. زي فاكر البروفين والكونتا فيفر؟ كنت بقول لك البروفين موجود بتركيز 100 مللي جرام لكل 5 مللي، الكونتا فيفر موجود بتركيز 200 مللي جرام لكل 5 مللي. برضو الماده دي في شركات عامله التركيز بتاع الازازه 200 مللي جرام لكل 5 مللي، وفي شركات عامله التركيز 100 مللي جرام لكل 5 مللي، وفي شركات عامله الاثنين. يعني الزيثروكان ده تلاقي فيه منه 100 مللي جرام لكل 5 مللي، وفي 200 مللي جرام لكل 5 مللي. وفي الكبسولات بقى عندنا زيثروسين، زيثرون، زيثروكان، ازروليد، انفكتومايسين، الحاجات دي كلها. طيب مهم جدا بقى جرعه الاطفال، ازيثروميسين. جرعه الاطفال من ازيثروميسين هو 10 مللي جرام لكل كيلو جرام في اليوم. يعني طفل 10 كيلو هياخد كام؟ 10 مللي جرام في 10 كيلو بيساوي 100 مللي جرام في اليوم. تمام؟ تمام. طب ال 100 مللي جرام في اليوم دول هياخدهم من زيثروماكس، ماشي، ياخدهم من زيثروماكس، بس تركيز زيثروماكس كام؟ 200 مللي جرام لكل 5 مللي، 200 مللي جرام لكل 5 مللي. يعني هو هياخد هنا هو هياخد 100 بس، يبقى هياخد 2.5 سم، لان ال 5 مللي فيهم 200، يبقى ال 100 فيهم كام؟ ال 100 2.5 سم هم اللي يبقى فيهم 100، النص. او عايز تريح نفسك، الوزن على 4، مش دي كانت 10 كيلو جرام، الوزن على 4 2.5 اهي نفس الكلام، بس الوزن على 4 ده في تركيز الايه؟ ال 200 مللي اللي هو الزيثروماكس، او الزيثروكان تركيز 200 مللي جرام. طب لو زيثروكان تركيز 100 مللي جرام اللي هو التركيز القليل، التركيز قل، يبقى لازم القسمه برضه تقل، يبقى هيبقى الوزن على 2، يبقى ياخد مثلا ال 10 كيلو على 2، يبقى ياخد 5 سم في اليوم. تمام؟ وده بيتاخد مره واحده في اليوم بعد الغداء بساعتين. تمام؟ بس كده. يبقى تركيز ال 100 مللي زيثروكان 100 مللي هياخد منها 5 سم، او زيثروكان 200 مللي هياخد منها 2.5 سم، ده اللي هو 10 كيلو. سهله؟ فاهمين؟ طيب حجم الازازه ده بقى ايه هيهمنا في ايه؟ اللي هو 30 مللي اللي هو تركيز الزيثروماكس نفسه، موجود باحجام زي السوبراكس. مش قلت لك السوبراكس في 30 مللي وفي 60 مللي؟ حجم الازازه نفسه برضه هنا حجم الازازه برضه في 30 مللي، في 20 مللي، في 10 مللي، او 1200 و900 و600، بحيث لو انت مثلا هتدي 2.5 سم لمده 4 ايام فيكفيك الاقل تركيز اللي هو ال 600. طب لا، ده طفل 30 كيلو
وهياخد الوزن على 4 يعني 7.5 سنتي. لا 7.5 سنتي يبقى لازم ياخد ال 30 مللي اللي هي الازازه الكبيره، لان 7.5 سنتي هيكفيه الازازه، هتكفيه 4 ايام. تمام. فانت يعني الحجم الكبير او الحجم القليل ده على حسب سن الطفل اللي عندك قد ايه. هو هياخد كل يوم، هو الجرعه من 3 ايام ل5 ايام، لان الازيثروميسين دي الهاف لايف بتاعتها بتوصل ل4 ايام. يعني متوسط ان تركيز الدواء ينزل للنص بعد 4 ايام. يعني انت خدت الدواء لمدة 3 ايام، بعد 4 ايام هيكون نزل لنص تركيزه. تمام. فانت كده خلاص قضيت 7 ايام اهو. فده جرعة عالية جدا. يعني انت بتاخد 3 ايام وهو جرعته بتفضل ممتدة لحد 10 ايام بعد ما توقف الجرعة. عشان كده بيبقى جرعته من 3 ل5 ايام ماكسيمم، يعني اقصى حاجة 5 ايام. انت مثلا هتلاقي هنا زيثرون في منه 3 تابلتس اهو، وفي زيثرون 5 تابلت. يعني في زيثرون 3 اقراص وفي زيثرون 5 اقراص. الباقي كله بيبقى 3 اقراص، انما زيثرون بس، خلي بالك زيثرون بحرف الاكس، زيثرون بس هو الوحيد اللي فيه منه 3 وفيه منه 5. بيتاخد بقى على حسب يعني قوة الانفكشن. لو انفكشن شديد قوي محتاج تمشي عليه 5 ايام ماشي، لو حاجة بسيطة تمشي عليه 3 ايام بس برضو ماشي. بعد كده الكلاريثرومايسين قلنا كلاسيد، كلاريكان. كلاسيد اللي هو بتاع قلنا الاتش بايلوري، هو ما بتاخدش غير الاتش بايلوري. بعد كده سبايرامايسين، عندنا سبايركس وروفامايسين وروفاك. سبايركس وروفامايسين وروفاك ده موجود بتركيز 3 مليون وحدة. طب وجرعته كام؟ جرعته من 6 مليون ل 15 مليون وحدة في اليوم. يعني ممكن أقل جرعة إن هو ياخد قرص مرتين، بحيث يبقى 3 مليون و3 مليون 6 مليون، ده أقل جرعة. تمام؟ بيتاخد لإيه؟ قلنا ده بيتكتب، شفت روفاك أو شفت سبايرامايسين أو روفامايسين تعرف إن ده روشتة نسا والست عندها مرض التوكسوبلازموزيس أو مرض القطط. بعد كده الكليندامايسين. الكليندامايسين حلاوته ان هو بيشتغل كويس جدا 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 على الانيروبيك انفكشن. فاكر البكتيريا؟ احنا قلنا ان في على حسب الستين اللي العالم جرام عملها قسم ان جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. طيب على حسب بقى التنفس نفسه، في بكتيريا جرام بوزيتيف بتتنفس ايروبيك عادي، في بكتيريا جرام بوزيتيف بتتنفس انيروبيك لا هوائي. فده الكليندامايسين بيستخدم للبكتيريا الانيروبيك اللي فوق. هنا اي عدوى انيروبيك موجوده فوق الديافرام، الكليندامايسين هو افضل حاجه ليها. تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا المترونيدازول، هنقوله بعدين. المترونيدازول ده برضو بيستخدم للبكتيريا الانيروبيك لا هوائيه، ولكنه كويس جدا على البكتيريا الهوائيه اللي بتبقى موجوده بلو الديافرام. يعني ايه؟ يعني بكتيريا هوائيه موجوده في الجهاز، البكتيريا الهوائيه موجوده في الجهاز الهضمي. هيجي لك مثلا واحد يقول لك انا عنده سودو ممبرينس كولايتس، عنده يقول لك يا دكتور انا بدخل حمام كتير بطلع ريح مثلا ريحته وحشه قوي قوي، او البراز بتاعي ريحته وحشه قوي. ده بسبب البكتيريا اللاهوائيه. البكتيريا اللاهوائيه بتطلع زي عفن كده شبه ريحه البيض الفاسد بالظبط، هو ده اللي بيبقى عامل الريحه الوحشه دي. فبيبقى علاجه ايه؟ ان هو ياخد مضاد حيوي يموت البكتيريا اللاهوائيه اللي موجوده تحت دي. فبكتيريا لاهوائيه موجوده تحت، تمام، مترونيدازول. بكتيريا لاهوائيه موجوده فوق، عندنا كليندامايسين. طيب عندنا بقى ثالث ماده من اللي بيشتغل على البروتين سينسز اللي هو اللينوزوليد، وده بتستخدم برضو للريزيستنت جرام بوزيتيف بكتيريا اللي هو الميرسا والفيرسا زي الفانكومايسين. فاكر الفانكومايسين اللي هو كان بيشتغل على السيل وول؟ تمام. ده برضو اللينوزوليد اللي هو الافروزوليد بيشتغل على الجرام بوزيتيف اللي هي قويه جدا جدا، في ريزيستنس شديد منها. طيب ادي اللينوزوليد موجود بتركيز 600 مللي جرام، بيتاخد قرص كل 12 ساعه. عندنا افروزوليد ولينوزوليد و لينوزكس. افروزوليد لينوزوليد ولينزكس. افروزوليد لينوزوليد ولينوزكس. افروزوليد لينوزوليد ولينوزكس.
طبعا الحاجات دي قويه جدا جدا، وللاسف بقت دكاتره النساء بتكتبها للحوامل. يعني انت دكتور نساء عامل عمليه قيصريه وفاتح الجرح، والمفروض ان انت في مكان معقم ونظيف وكل حاجه، مفيش اصلا عرضه للبكتيريا. البكتيريا هتيجي منين؟ انت معقم والست معقمه وفي بيتادين قعدت تغسلها بيه، وبعد كده الاوضه نفسها معقمه وانت لابس. البكتيريا جت منين عشان تكتب لي افرزوليد مضاد حيوي سترونج انتي ستاف؟ طبعا يعني ده متعلل الحاجات اللي هي الشديده قوي. طيب الكليندامايسين اللي هو قلنا بيشتغل على الجرام بوزيتيف والانيروب. عندنا دالاسين سي كليندام ميباكلين. دالاسين سي كليندام ميباكلين تلاقي مشهور جدا دالاسين سي، هو اشهر واحد فيهم، وهو شركه فايزر، يعني حاجه محترمه. خراج الاسنان دايما البكتيريا اللي بتبقى موجوده في خراج الاسنان بتبقى جرام بوزيتيف انيروب. جرام بوزيتيف انيروب يعني جرام بوزيتيف من عيله اللي هي بتتنفس لها هواء. فافضل حاجه ليها ايه؟ دالاسين سي هيشتغل على الانيروب، هيموت البكتيريا اللاهوائيه. والجرام بوزيتيف ياخد الفيلوسيف. فدايما تلاقي روشته اسنان جايه لك مكتوب فيها فيلوسيف حقن او ديوريسيف كبسول علشان يموت الجرام بوزيتيف، لان هو اقوى حاجه جرام بوزيتيف. والكليندامايسين قلنا ان هو افضل حاجه للانيروب او البكتيريا اللاهوائيه. وكمان برضو بيستخدم لحب الشباب. ليه؟ حب الشباب ده بيبقى موجود في الوش هنا، وبيبقى البكتيريا اللي بتعمله بتبقى برضو بكتيريا لاهوائيه، بس مش مشهور قوي لحب الشباب. هنيجي دلوقتي لاشهر حاجه لحب الشباب اللي هو الدوكسيسايكلين. ولكن الدالاسين سي رقم 1 هتلاقيه مكتوب فيه الاسنان. طيب بعد كده رابع حاجه معانا في البروتين سينثيز انهبيتورز اللي هو عائله الامينو جلايكوزايد. عندنا بقى الجنتامايسين والنيومايسين والاميكاسين والتوبرامايسين. طبعا عائله الامينو جلايكوزايد دي كلها يعني بدأنا نبعد عنها خالص وما بقتش موجودة في السوق، لأن بتعمل أوتوتوكسيستي ونيفروتوكسيستي، بتبوظ السمع وبتبوظ الكلى تماما. وديت بتشتغل على الجرام نيجاتيف انفكشن، السيفير جرام نيجاتيف انفكشن ساعات بنستخدمها، بنلجأ ليها. يعني هتلاقي مثلا هقول لك دلوقتي حقن جرامايسين. طيب خامس حاجة معانا اللي هو التتراسايكلين. عندنا التتراسايكلين والدوكسيسايكلين. مادة عيلة التتراسايكلينز ده خامس حاجة في الحاجات اللي بتشتغل على البروتين سينس. قلنا النوعين دول اللي هو الامينو جلايكوزايد والتتراسايكلين دول بيشتغلوا على 30 اس سب يونت. التتراسايكلينز اهو بيستخدموا للاكني، حاجة اسمها بروبايني بكتيريم اكني، البكتيريا اللي بتعمل حب الشباب. تمام؟ مشاكلها ايه؟ والله مشاكلها كده ممكن تعمل تيس ديسكلاريشن، تعمل فوتو سنسيتيفيتي، تعمل ديكريز البون جروث، تعمل تيراتوجينيستي، يعني مشاكلها كتير. طيب ادي التتراسايكلينز. عندنا الاوكسي تتراسايكلين موجود فيه ترامايسين اي اند سكين اوينتمنت. ترامايسين مشهور جدا، مرهم ترامايسين، في مرهم ترامايسين عين وفي مرهم ترامايسين للسكين. وهتطلع ده مكان، وهتطلع بتاع السكين تحطه في العين. بتاع العين ده بيبقى يعني بيبقى سترايل وعلشان ما فيهوش انفكشن او كده، انما بتاع الجلد ده بيبقى متصنع عادي. فركز في الحته دي. ترامايسين مرهم عين. تمام. في برضو المرهم اللي هتلاقيه محطوط جنبه اللي هو الزوفراكس، في مرهم زوفراكس للجلد وفي مرهم زوفراكس للعين. طيب الترامايسين ده بيستخدم اي عدوى في الجلد في العين. بتاع العين ممكن يستخدم في الجلد، بس بتاع الجلد ما ينفعش يستخدم في العين. فممكن يستخدم ترامايسين ده على حب الشباب كده، دهان على مكان الحبايه، هيموت البكتيريا كويس جدا. طيب الدوكسيسايكلين عندنا فيبرامايسين وتابوسين ودوكسيكوست. فيبرامايسين وتابوسين ودوكسيكوست، فيبرامايسين تابوسين دوكسيكوست. ده بقى مضاد حيوي. ماده الدوكسيسايكلين هو افضل مضاد حيوي اقراص للاكني او حب الشباب. تلاقي اي بنت بشرتها دهنيه كده وجميله، تلاقيها جايه بتاخد فيبرامايسين 100 قرص صباحا ومساء، قرص صباحا ومساء. طيب او دوكسيكوست 200 ممكن برضو قرص مره واحده في اليوم. ولكن الاشهر هو فيبرامايسين، شركه فايزر من الشركات النظيفه المحترمه. فيبرامايسين ماده الدوكسيسايكلين تاخد قرص مرتين في اليوم،
بينشف بقى حب الشباب ده كويس جدا، يبقى ده سيستميك. وياخد توبيكال مثلا زي التتراسايكلين دهان. في الاخر هقول لك انا في توبيك الجلديه في سيشن لوحدها عن الاكني بقى، وازاي نعالجه ونعرف انواعه واشكاله وكل حاجه. ولكن ايه، دلوقتي تبقى عارف ان لما اقول لك هنحتاج مضاد حيوي، يبقى ايه المضاد الحيوي اللي هنستخدمه؟ هو الفيبرامايسين كبسول. طيب الامينو جلايكوزايدز عندنا الجنتامايسين حقن، موجود منها جرامايسين 40 وجرامايسين 80. دي حقن قلنا الامينو جلايكوزايد دي بتشتغل في الجرام نيجاتيف، فتلاقي الجنتامايسين حقن كويسه، بتستخدم كويس جدا في السيفير جرام نيجاتيف انفكشن، او في كومباينيشن بقى لو في انفكشن شديده قوي جرام نيجاتيف مع جرام بوزيتيف، فتلاقي مثلا الدكاتره كاتبه فانكومايسين مع جرامايسين الاثنين مع بعض، فانكومايسين جرام بوزيتيف وجرامايسين جرام نيجاتيف. ولكن جرامايسين يعني بدأ محدش يستخدمها خالص بسبب المشاكل اللي ممكن تعملها في الكلى، ممكن تدمر الكلى حرفيا وتعمل اند ستيج رينال فيلير. وطبعا بقى بتستخدم كتير بقى توبيكال. توبيكال مفيش منها مشاكل، دهانات كده هتلاقي فيه جرامايسين دهان هنقوله في الجلديه. بعد كده التوبرامايسين موجود برضو في كل القطرات والمراهم بتاعه العين. اميكاسين سبراي زي البيفيتراسين نفس الكلام، توبيكال سبراي كده مضاد حيوي للبكتيريا اللي هي بتبقى موجوده على الجلد. تمام. ستريبتومايسين اللي هو عندنا ستريبتوكين وانتوسيد، ستريبتوكين وانتوسيد. كل عيله الامينو جلايكوزايد دي اللي هي بتنتهي بالمقطع مايسين او ميكاسين، تمام، قلنا كلهم ما بقوش يستخدموا خالص، يعني كلهم هتلاقوا يا اما توبيكال يا اما اشهر حاجه يعني يا اما قطره عين يا اما مش عارف ايه، تمام، مش مشهورين قوي. تمام كده. يبقى كده ركز بقى معايا اهو، خلصنا كل الادويه اللي بتوقف تصنيع البروتين في البكتيريا. بدأنا أول حاجة بالماكرولايدز، قلنا الماكرولايدز دي عندنا ازيثرومايسين وكلاريثرومايسين وسبيرامايسين. قلنا الازيثرومايسين ده جرام بوزيتيف بدل البنسلين. عندنا الكلاريثرومايسين ده بتاع الاتش بايلوري، سبيرامايسين ده بتاع التوكسوبلازموز. طيب تاني حاجة معانا كانت اللينوزوليد، وقلنا اللينوزوليد ده بيستخدم في الجرام بوزيتيف الشديد قوي اللي هو الميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس والفانكومايسين ريزيستنت ستاف اوريوس اللي هو الميرسا والفيرسا، بيشتغل على الستاف اللي فيها ريزيستنس جامده. طيب بعد كده دخلنا على الكليندامايسين، وقلنا الكليندامايسين ده افضل حاجه للانيروب اللي بيبقى موجود فوق، اي بكتيريا لا هوائيه موجوده فوق بنستخدم ليها الكليندامايسين، وقلنا اشهر حاجه السينان. طيب بعد كده دخلنا على التتراسايكلينز اللي هو قلنا الدوكسيسايكلين وقلنا الترامايسين مرهم، وقلنا ده بيستخدم كويس جدا لحب الشباب، افضل حاجه لحب الشباب، جرام بوزيتيف بيروح يتارجت بقى على البكتيريا اللي بتعمل حب شباب. وفي الامينو جلايكوزايد ودي قلنا ده الوحيد بقى من البروتين سينس اللي بيشتغل على الجرام نيجاتيف وما عادش بيستخدم لان المشاكل بتاعته كتير، فهتلاقيه توبيكال كده بتاع حاجات ملهاش لازمه. تمام تمام يا فهمان. يلا خد بريك كده خفيف ويرجع تاني. يلا باي.